المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 22 مواطن بفيروس كورونا اليوم. سمينار في التسني للسائقين وأصحاب الورش. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة يقيم أنشطته. الرئيس الفرنسي يصل إلى الكاميرون في أول محطة له ضمن جولة إفريقيا. غاز بروم الروسية تعلن خفض شحنات الغاز عبر خطة أنابيب نورد ستريم. وزلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سان جابرييل بالإكوادور. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 22 مواطن بفيروس كورونا، وكانت 3 من الإصابات من وسط المدينة و3 في كامبو بولو، و2 من أخريا، و2 من عدو أبيتو، و2 من بارجمة، و2 من زورونا، و2 من عد قيح، و1 من كل من تيرافولو وعداق حمص ووكي دبا وججرت وأبشاول وكرن. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9966، شفي منهم 9766 وتوفي 103، فيما يتلقى 97 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 26 من يوليو عام 2022. عقدت الشرطة في مديرية التسني سمينارا للسائقين وأصحاب ورش إصلاح السيارات حول قوانين المرور وسلامة الركاب. وأوضح قائد الشرطة المديرية النقيب ستيفانوس كيداني بأن النصف الأول من هذه السنة شهد 49 حادثا مروريا أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 30 بجروح وتدمير ممتلكات بأكثر من 1,037,000 نقفة، وأن سبب أغلب الحوادث عدم احترام قوانين المرور. وقال إن احترام قانون المرور له ارتباط وثيق مع سلامة الحياة والممتلكات، داعيا السائقين وورش إصلاح السيارات العمل المسؤول. وذكر وقوع 143 جريمة و326 مخالفة في الأشهر ال6 الماضية، وقدم مرتكبيها أمام القانون بتعاون الشعب والشرطة، مشيرا إلى عمل الشرطة لضمان استتباب الأمن والاستقرار ومساهمتها في مراقبة انتهاك القانون في المرافق الخدمية. من جانبه أوضح مسؤول النقل البري في المديرية السيد جمال صالح أن تغيير هيكل السيارات دون تصريح هيئة النقل البري وإصلاح السيارات المصطدمة دون تصريح الشرطة ممنوع قانونيا، وتتخذ الإجراءات العقابية ضد مرتكبي هذه الأعمال من سائقين وأصحاب الورش. ودعا ورش إصلاح السيارات والإطارات ومتاجر قطع الغيار والدراجات التي لها ارتباط مباشر مع خدمات النقل اتباع العمل القانوني وتجديد الرخص. وأوصى الاجتماع للقيام بمراقبة لعربات الكارو التي يقودها القُصّر لتسببها في الحوادث، واتخاذ خطوات رادعة لإصلاح السيارات في الطرقات خارج الورش. أعلن مكتب التعليم في مديرية الدك أمحرة في التقييم الذي أجراه تنفيذ أنشطة تعليمية ناجحة في العام الدراسي الماضي لسد حوجة المعلمين. وأوصى الاجتماع للارتقاء بمدرستي كورباريا وقراع المتوسطتين إلى المرحلة الثانوية لعدم كفاية المدرستين الثانويتين. وذكر مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد عندوم زميكيل تحقيق طلاب الإقليم الجنوبي نتائج مرضية في امتحانات الشهادة الوطنية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي السيد هبتزجي كيداني منح الحكومة الاهتمام الكبير للتعليم. قيم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة أنشطته نصف السنوية يوم 24 من يوليو، وأعلن منح الأولوية للتوعية والتنظيم النوعي والمؤثر في المدارس الثانوية. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع تحقيق نتائج مرضية من برامج التدريب والتأهيل وتقوية تنظيم الأدوية والتنظيم الجيد لمنافسات بويا في التاريخ في جميع الأقاليم لرفع وعي ومعرفة الشباب.
وحول البرامج المستقبلية توصل الاجتماع إلى تفاهم لمنح الأولوية للتنظيم والدفع بأنشطة ترسيخ ثقافة القراءة في الطلاب والشباب، وإدخال برامج منتظمة لتقوية تنظيم الشباب العمال في كافة الأقاليم، وتعزيز أنشطة التوعية في المدارس والكليات، والعمل الجاد لتقوية تنسيق مؤسسات الحكومة والجبهة في قضايا الشباب ولجنة أصدقاء الشباب، وتقوية العلاقة مع التنظيمات الشبابية الموجودة في الخارج، وتطوير المشاريع الدافعة لتطور الابتكار والاختراع. وأشاد رئيس الاتحاد السيد صالح أحمدين في ختام الاجتماع بكفاءة الأعضاء في الأعمال المنفذة لتقوية الوعي السياسي وتعاون الشركاء، داعيا لتعزيز دورهم لإنجاح البرامج الموضوعة للتوعية والتنظيم في المدارس. قدم الإريتريون المقيمون في دبي والإمارات الشمالية وأصحاب البساتين في مديرية أقردات بحوالي 260 ألف درهم و16 ألف نقفة لبرامج التصدي ومساعدة الأسر المحتاجة. وقدم الإريتريون في دبي والإمارات الشمالية مبلغ 259 ألف و865 درهم لبرامج التصدي، وجمعية منتجي الخضر والفاكهة في مديرية أقردات 16 ألف نقفة لمساعدة الأسر المحتاجة. وقال رئيس الجمعية سيد داوود كداني إن الدعم المقدم ل 32 أسرة محتاجة جاء مواصلة للمبادرات المماثلة التي ظلت تقدمها الجمعية، ويعكس قيم التعاون والتعاضد للشعب الإريتري. من جانبه دعا رئيس جمعية أصحاب البساتين في إقليم القاش بركة الشيخ داود حاج محمود أصحاب البساتين في مختلف المناطق المنضوونة في جمعيات لمواصلة تقديم الدعم للمحتاجين. وكانت جمعية بساتين أقردات قد قدمت 20 ألف نقفة لأسر الشهداء بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. عقدت السفارة الإريترية في ألمانيا سيمينارا يوم 23 من يوليو للجالية الإريترية في فيينا النمساوية. تطرق السيمينار في أوضاع البلاد والمنطقة، موضحا بأن تعزيز الوحدة الإريترية من أهم مهام المرحلة. وقدم في السيمينار شرح حول الخدمات القنصلية والتعاون بين المواطنين والسفارة لتقديم خدمات جيدة. والتقى أعضاء السفارة الإريترية في ألمانيا بأعضاء جمعية الإريتريين النمساويين، وقيموا الأنشطة المنفذة وبحثوا البرامج المستقبلية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، وصل الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الكاميرون، وكان في استقبال ماكرون في مطار ياوندي رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نيغوتي. وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة للرئيس إيمانويل ماكرون في منطقة غرب إفريقيا تشمل 3 دول، إذ يسعى الرئيس الفرنسي خلال ولايته الثانية إلى إعادة إحياء علاقة فرنسا مع القارة السمراء في حقبة ما بعد الاستعمار. الجولة الإفريقية لماكرون تأتي في وقت تراجع فيه نفوذ فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في إفريقيا أمام الصين والهند وألمانيا، لا سيما في القطاعين الاقتصادي والتجاري. وسينتقل ماكرون إلى بنين التي واجهت هجمات دامية من جهاديين تسللوا من منطقة الساحل إلى دول خليج غينيا، ويختتم جولته في غينيا بيساو التي تمزقها الأزمات السياسية. أعلنت شركة غاز بروما الروسية العملاقة للغاز أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء. وذكرت الشركة بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب مشكلة تقنية في المحرك. وقالت عبر حسابها على تليجرام: ستصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الضغط بورتوفيا 33 مليون متر مكعب، أي نحو 20% من إمكانية خط أنابيب نورد ستريم مقابل 40% حاليا. وكانت روسيا قد خفضت مرتين كميات شحنات الغاز في يونيو، قائلة إن خط أنابيب الغاز لا يمكنه العمل بشكل طبيعي دون توربين كان يتم إصلاحه في كندا ولم يعد إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو إثر غزوها لأوكرانيا. واعتبرت برلين أن ذلك حجة وقرارا سياسيا للضغط على الغربيين في إطار النزاع في أوكرانيا.
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر وقع على بعد 5 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة سان جابرييل في الإكوادور. وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما أفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية تسونامي في الولايات المتحدة بأنه لم يكن هناك تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال. في النبأ الأخير، يحاول عناصر الإطفاء اليونانيون مكافحة حريق هائل يهدد حديقة داديا الوطنية المعروفة بمستعمرتها للنسور السوداء في منطقة إيفرس في شمال شرق البلاد. وتضرب اليونان موجة حر، وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تبلغ الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق. وأدى الحريق الذي اندلع الخميس الماضي إلى إخلاء بعض القرى احترازيا، ويواصل 320 إطفائيا وطائرتان قاذفتان للمياه و4 مروحيات جهود إخماد الحريق. في السياق ذاته، قال وزير أزمة المناخ والحماية المدنية خريستوس بعد زيارة للمنطقة المتضررة في عطلة نهاية الأسبوع، قال إنها معركة شاقة، معركة لضمان بقاء هذا النظام البيئي الاستثنائي. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. إصابة 22 مواطن بفيروس كورونا اليوم. سيمينار في تسنية للسائقين وأصحاب الورش. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة يقيم أنشطته. الرئيس الفرنسي يصل إلى الكاميرون في أول محطة له ضمن جولة إفريقية. غاز بروما الروسية تعلن خفض شحنات الغاز عبر خطط أنابيب نورد ستريم. وزلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سان جابرييل بالإكوادور. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإرتاح. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.